الورلد فيو أو النظرة للعالم. علماء بيشرحوا المصطلح ده على إنه نضارة كده بنبقى لابسينها وبنشوف من خلالها كل حاجة. سؤال من ضمن الأسئلة اللي تقول لك إيه النضارة اللي أنت لابسها واللي بتشوف من خلالها العالم هي تعريفك للنجاح. يعني لو سألت نفسك إيه هو تعريف النجاح بالنسبة لك، هتقدر تقول أنت شايف العالم إزاي. فكر فيها كده، أنت بتصحى كل يوم وتروح شغلك، أنت بتحبط وبتتبسط عشان عندك مفهوم معين بيقول لك إيه هو النجاح ومين هو الشخص الناجح. عندنا مثل بيقول اللي معاه قرش يسوى قرش. قبل ما تقول رأيك في المثل وتقول لنا انت مقتنع بيه او مش مقتنع بيه، تعال احكي لك كده قصة. تخيل كده انت عندك واحد صاحبك بتحبه قوي، والشخص ده عزيز عليك وغالي بالنسبة لك وشخص ناجح جدا ومعاه فلوس. مرة واحدة حصل له ظرف والشخص ده فقد كل فلوسه او فقد شغله وما بقاش عنده اي حاجة. هل هيقل في نظرك؟ هل مش هيبقى صاحبك؟ لو انت عملت كده يبقى محتاج تعيد مفهومك عن الصداقة كمان، مش بس عن النجاح. لكن لو قيمة الناس مش بتتغير في نظرك عشان فلوسهم قلت، ليه بتربط قيمتك بفلوسك؟